صباغة ودهان الشروزية بلون الدوك الأبيض وإزاي تظهر جمال ثمرة القشرة. الفيديو كامل من البداية للنهاية، ده يكون موضوع الفيديو. أول خطوة بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطوة بنبدأ بقى يا جماعة اللي احنا بنفضي المسام بتاعة القشرة، يعني بنفتح المسام بتاع القشرة عشان شغلنا كله هيبقى في قلب الغاطس أو في قلب المسام. وده طريقة شغل الشروزية دي يا جماعة، قشرة أرو. بنطلع اول مرحلة ان احنا بنبل الشغل بقطعة مية كده وبنبتدي بفرشة سلك. الغرض من الفرشة السلك دي اللي احنا بنفتح بيها المسام وبنفضي الغيرة دي. الغيرة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. تاني مرحلة بتنفض الغيرة دي، بتطلعها من المسام. تالت مرحلة يا جماعة دي أهم مرحلة، اللي انت بتطلع بتنعم بتنعم السطح بتاع القشرة عشان القشرة بتبقى موبرة. رابع مرحلة ان انت بتطلع بتأسس الشغل بتاعك بالسيلر. الكيلو السيلر يا جماعة بياخد كيلو تنر. بتدي وشين او 3 سيلر وبتطلع تنعم تاني، وبتطلع تأسس الشغل بتاعك بعازل البليوروسان. بيبقى مادة عازل ومادة مصلب، دي مادة العزل البروسان. بتأسس الشغل بتاعك كويس، بتخش في مرحلة الدوكو. أول مرحلة بتبدأ بيها اللي هي مرحلة البطانة. بطانة من نفس اللون اللي هتشطب بيه. كيلو البطانة بياخد كيلو تنر. الغرض من البطانة اللي هي بتستر معاك وبتكسي معاك من أول وش. بعد ما الابيض الشغل بياخد بيكسب كيلو تطلع تونر. بتطلق التونر يا الدوكو جماعه اللي بتاعك بنشتغل بيه بنفس تونر حار، الطريقة، يعني كيلو تونر دوكو حي، على تمام. كيلو تنر. بتخلي الدوكو بتاعك وبتطلع كيلو بياخد. بتشطب الشغل بتاعك. طب بتشطب الشغل بتاعك ازاي؟ هتركز معايا عشان مرحلة البتينة لازم تشطب الدوكو بتاعك كويس عشان البتينة بتاعتك ما تبقاش مبقعة في الشغل. بتدي وش واتنين وتلاتة لحد ما السطح بتاع الشغل بتاعك يبقى ناعم. دي يا جماعة الباتينة دي أنابيب، وبنخفها بالزيت. بنحلها الزيت دي يا جماعة زيت المفتاحين. ودي أنابيب الباتينة أنبوبتين، واحدة أزرق وواحدة أبيض. بنخفهم بزيت المفتاحين وبتطلع تقلب الباتينة بتاعتك وبتفردها على الشغل زي ما انت شفت كده. زي ما انت شايف بتملى الباتينة بتاعتك بالفرشة. بعد ما بتملى الغاطس بتاعك بالباتينة بتطلع تجيب قطعة فايبر او قطعة قماش، وبتبتدي ان انت بتمسح بتمسح العالي، فبيظهر الغاطس اللي هي التجزيعة بتاعة القشرة. بيبقى الباتينة في قلب الثمرة بتاعة القشرة، وده اللي بيظهر جمال القشرة. زي ما انت شايف كده الباتينة دي يا جماعة مادة زيتية، اللي يعني بتستحسن ان انت بتمسحها كده بتتنضف معاك عكس المواد اللكاه. نفس الكلام يا جماعة على الشمال. هنا احنا بنملى الغاطس بالباتينة، وعلى اليمين بنسيح الباتينة بتاعتنا لحد لما بتحتاج درجة اللون المناسب. كده الشغل بتاعك جاهز لمرحلة التشطيب. هتركز بقى معايا عشان الألوان بتاعتك تفضل ثابتة زي ما هي. هتثبت بورنيش النيتروسيلولوز اللي هو الورنيش اللقر الكبسي البورسعيدي الشفاف. الميزة فيه ان هو شفاف مش هيغير لك اللون. وان انت بتثبت الباتينة بتاعتك دي بتثبتها بعد قد ايه؟ اقصى حاجة بعد 3 ساعات عشان ما تهربش معاك. دي يا جماعة بعد التثبيت زي ما انت شايف كده. تاني مرحلة في التشطيب اللي انت بقى ده لؤلؤ شفاف، يعني انت ثبت وبترش اللؤلؤ الشفاف ده. الكيلو اللؤلؤ بياخد حوالي 4 كيلو تنر. الغرض منه ان هو بيعمل صدفة كده، مش هيديلك لون، لا هو هيدي معاك صدفة كده زي صدفة الفضي. بعد كده بترش الورنيش بتاعك دي يا جماعة اللي هو الورنيش الفرن، لامع على نص لامع. بتضربهم في بعض وبتشطب الشغل بتاعك. اهم حاجة اللي انت بتسيح الشغل بتاعك عشان يطلع معاك ناعم في النهاية. ودي يا جماعة الشغل في النهاية. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.